تحكيم فاسد واتحاد افريقي افسد، لكن مستني ايه من لعيبه الاهلي بتلعب ضد الترجي والحكم ومدربك ومحمد هاني؟ لكن ما تنساش في الليالي الاخيره تصلي وتسلم على الرسول الكريم. وبعيدا بقى عن الكوره، علشان اغلى حاجه عندنا اولادنا، ده حسام مصاب بمرض نادر ومحتاج علاج هيكلف تقريبا 140 مليون جنيه. هسيب لكم كل التفاصيل في اول كومنت. لو مش هتقدر تساعد بالتبرع فادخل عندهم وساعد بشير، ده عمل في الخير. شوط اول مستحوذين ماشي، مسيطرين ماشي، لينا كوره او اتنين ماشي، ولكن في نهايه الشوط غلطه من محمد هاني اللي زي ما يكون عايز يدي الفوز للترجي، فيعمل مصطفى شوبير انقاذ عالمي من مهاجم جاي الترجي ب 7 جنيه ونص. روق دفاعات النادي الاهلي واحنا ربنا رزقنا بكاموش. بنلعب ببن شرقي وتريزيجيه وزيزو وامام عاشور ويدوم مهاجم. قلنا بن شرقي يكون في الهجوم، ولكن للاسف انا مش فاهم محطين امام وزيزو الاثنين ماسكين بعض. لا تعالى وكوكا، انا مش فاهم لحد دلوقتي هو نزل كوكا ليه؟ بيعمل ايه جوه الملعب؟ يعني انا بلعب حرفيا ناقص لاعب اسمه كوكا وناقص لاعب تاني اسمه محمد هاني. لا وكمان عندي مدرب ما بيقدرش يلعب شوطين على بعض، هو اخره يلعب شوط اول او شوط تاني فقط لا غير. نزل الشوط التاني احنا ما فيش ولا كوره ولا لعب ولا اي حاجه. لكن لا ايه ده، في كوره ضد النادي الاهلي؟ لا ده احنا نرجع للفار ونقعد فيها ساعه ونعيد من كذا زاويه، والكوره تبان ان الكوره احتمال تكون جايه في كتفه بنسبه اكبر بكتير منها جايه في ايده، لكن لا لازم ضد النادي الاهلي احسب ضربه جزاء. تحكيم فاسد واتحاد فاشل ومدرب ملوش فيها. لا وكله كوم. واول ما عمل تغيير الطاهر قلت شكرا، احنا كده خلاص المدرب بتاعنا البطيخه خلاص هو مش عايز الماتش. انا هنزل اتعادل في الملعب بمين؟ هنزل اتعادل بمين جوه الملعب لما كنت طلعت بن شرقي وطلعت امام وطلعت تريزيجيه؟ انزل اتعادل بمين؟ بالرغم من كده الترجي النهارده كان سيء جدا وكنا نقدر قسما بالله نكسبه. علشان كده انا مش عارف يعني ماتش العوده هل هنقدر نكسب واحنا بدون جمهور؟ هل اللعيبه دي تسترجل؟ هل المدرب ده يفهم يعقل يلعب شوطين عدل لوجه الله؟ لكن بصراحه انا ما اعرفش، مستني رايك.